المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. معرض في النرويج للتعريف بإريتريا وثقافتها. مناشدة لانضواء المكفوفين في جمعية المكفوفين بإقليم عنسبة. إجراءات لضمان صحة المواشي في مديرية قلوج. نحو 200 قتيل في هجوم واسع لمسلحين شمال بوركينا فاسو. الزعيم الكوري الشمالي يتفقد اختبار أداء لطائرات مسيرة طورتها بلاده. قتلى بانهيار منجم في زامبيا. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت الجالية الإريترية في مدينة تروندهايم النرويجية وضواحيها في 24 من أغسطس الجاري معرض للتعريف بإريتريا وثقافتها في المهرجان الذي تشارك فيه عدة جاليات. شمل جناح الجالية الإريترية معرض للصور وأدوات تراثية ورقصات شعبية وعرض أزياء شعبية. ويقام المهرجان الثقافي لعرض وتعريف الثقافات التابعة للجاليات التي تنشط في النرويج. أفاد رئيس جمعية المكفوفين فرع إقليم عنسبة السيد محمد برهان جمال إن الجمعية تعمل على إتاحة فرص اقتصادية للمكفوفين وتأهيلهم وتمكينهم إلى جانب المساعدات المالية، موصيا المكفوفين للانضمام بالجمعية للاستفادة من فرص التأطير. وأضاف السيد محمد برهان إن وعي المجتمع في إتاحة فرص للمكفوفين أدى إلى ارتفاع مشاركة المكفوفين في التعليم وصولا إلى المراحل الجامعية، كما تتاح لهم فرص عمل وضمان مشاركتهم في العمل المجتمعي. وناشد الجهات المختصة لفتح مكتب لفروع الجمعية لتمكين المكفوفين من تلقي المتطلبات التي تلزمهم لحل مشاكلهم. تشمل جمعية المكفوفين أعضاء من معاقي الحرب والمكفوفين لأسباب مختلفة في البلاد. وضح الطبيب البيطري سرق مدهاني أن جهود وزارة الزراعة لضمان صحة المواشي تحقق نتائج مرضية في مديرية قلوج. وقال إن وجود مراعي شاسعة في المديرية وتنقل المواشي عبر الحدود ومجيء المواشي المترحلة من مختلف المناطق يعرضها للأمراض الحيوانية المعدية. لذلك جرت عمليات تطعيم ل 123 ألف رأس من الماعز والأغنام و30 ألف رأس من الأبقار منذ شهر ديسمبر 2023. وأضاف الدكتور سرغي القيام بحملات تطعيم للكلاب في ضواحي أم حجر وسابونايت وعاد شغلة ودريسة، مذكرا أن الأوضاع الصحية والرعوية جيدة تزامنا مع موسم هطول الأمطار المبشر لهذا العام. شهدت بلدة أم حجر في مديرية قلوج تنظيم ندوة حول سبل الوقاية والسيطرة على الملاريا. وأوضح مسؤول مركز أم حجر الصحي الممرض تخلاي قدي أن البلدة وضواحيها تعتبر من المناطق التي تستوطن فيها الملاريا في القاش بركة، لذلك تجري حملات توعية منظمة حول سبل الوقاية والسيطرة باستمرار، مما يلعب دورا كبيرا في تخفيض الوباء. وذكر أن اتباع وممارسة المجتمع لأساليب الوقاية بشكل جيد يسهم في السيطرة على المرض، داعيا للحد من الأخطاء الشائعة في استخدام الناموسيات، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ النصائح والإرشادات الصحية. وأوضح مدير مديرية قلوج السيد دسيز ميكائيل أن عدم استخدام الناموسيات والأساليب الأخرى جيدا أسفر عن عدم التخلص من الملاريا، مذكرا كافة أفراد المجتمع للمساهمة بفعالية وتنظيم حملات نظافة مجتمعية لإنجاح جهود وزارة الصحة. وطالب المشاركون للدفع بالبرامج المجتمعية، بالإضافة إلى دفن أماكن توالد البعوض التي يصعب دفنها بالقوة العضلية عبر الآليات الثقيلة. حصلت المدرسة الابتدائية والمتوسطة بإقلدم حينة على مساعدات عينية مقدمة من 25 مدرسة. وأفاد مسؤول الخدمات التعليمية بمديرية الدقيح الأستاذ بينة تسفاي أن المساعدات كانت عبارة عن 80 كنبة دراسية بمبلغ
بلغ 246,580 نقفة. وأشاد مدير المدرسة الأستاذ عثمان عبده بدوره بالمساعدات المقدمة للمدرسة، وأن المدرسة ما زالت تعاني من نقص في البنية التحتية. وأضاف مدير ضاحية إقلة دمحين السيد أحمد محمد سليمان أن المعدات تقدم في الوقت المناسب، موصيا المجتمع للعمل على صيانة فصول المدرسة. كما نشد المواطنون الجهات المختصة لمواصلة تجهيز المدرسة بالمعدات الدراسية اللازمة لتهيئ بيئة تعليمية أفضل. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. شخص مصرعهم في بلدة بارسالوغو شمالي بوركينا فاسو في هجوم شنته مجموعات مسلحة. وقال تقرير لإذاعة فرنسا الدولية إنه بينما كان السكان يساعدون قوات الدفاع والأمن على حفر الخنادق لحماية المواقع الأمنية، فتح مسلحون النار عليهم، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص. وأوضح التقرير أن من بين الضحايا مدنيون وجنودا ومتطوعين للدفاع عن الوطن، إضافة إلى العديد من الجنود لا يزالون في عداد المفقودين. ونقل عن مصادر أمنية قولها إن الخسائر البشرية فادحة للغاية، فقد قتل ما بين 100 و200 شخص خلال هذا الهجوم. كما استولى المهاجمون على أسلحة بما في ذلك سيارة إسعاف عسكرية. ووفق المصادر ذاتها فإن هناك أيضا العديد من الجرحى، وتم إجلاء ما لا يقل عن 140 شخصا إلى المراكز الصحية في المنطقة. وتم استدعاء جميع العاملين في قسم الجراحة في مركز مستشفى كايا الإقليمي في وسط بوركينا فاسو. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد اختبار أداة لطائرات مسيرة تم تطويرها في البلاد. وأضافت الوكالة أن كيم زار معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية، وشاهد اختبارا ناجحا لطائرات مسيرة تحدد بشكل صحيح أهدافا بعينها وتدمرها بعد التحليق على طول مسارات محددة سلفا. وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية لاستخدامها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية. وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم دعا أيضا إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتطبيق القتالي للمسيرات لتزويد الجيش الكوري الشمالي بها في أقرب وقت ممكن. وعززت بيونغ يانغ قدراتها في الحرب التكتيكية التي تتضمن صواريخ قصيرة المدى ومدفعية ثقيلة تهدف إلى ضرب الجنوب، بعد أن أحرزت تقدما كبيرا في برامج الصواريخ البالستية والنووية الأبعد مدى، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. انتشلت 8 جثث من منجم حصى في زامبيا انهار في حادث مأساوي وقع على بعد نحو 45 كيلومترا شرقي العاصمة لوساكا، حسب ما أعلنت الشرطة. وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع إثر انهيار في موقع المنجم أسفر عن سقوط ضحايا قرب تشونغوي، مضيفة أن عمال الإنقاذ عملوا لانتشال عدد غير معروف من الأشخاص الذين كانوا يحملون الحصى في الموقع وقت وقوع المأساة. وأشارت الشرطة إلى أن عمليات الإنقاذ التي توقفت بسبب الظروف الصعبة في الموقع استؤنفت لاحقا. وتضم زامبيا الكثير من مناطق التعدين وتشهد حوادث دامية بشكل متكرر. قالت السلطات التايلاندية إن 13 شخصا لقوا حتفهم في انهيار طيني في جزيرة بوكيت السياحية، وجاء الإعلام بعد وقف عمليات البحث عن المفقودين. وقال سونارات حاكم بوكيت إن هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي تسبب في حدوث انهيارات طينية بالقرب من تمثال بوز الكبير، وهو مزار سياحي شهير في جنوب البلاد. وأصيب نحو 20 شخصا وتضررت 209 من الأسر بسبب الانهيار الطيني. وقال الحاكم إن أعمال تنظيف واسعة النطاق جارية لإزالة آثار الانهيار، مضيفا أن السلطات تتواصل مع أقارب وسفارات الضحايا. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. معرض في النرويج للتعريف بإريتريا وثقافتها.
مناشدة لانضواء المكفوفين في جمعية المكفوفين بإقليم الأزرق. إجراءات لضمان صحة المواشي في مديرية قرلوج. نحو 200 قتيل في هجوم واسع لمسلحين شمالي بوركينا فاسو. الزعيم الكوري الشمالي يتفقد اختبار أداء لطائرات مسيرة طورتها بلاده. وقتلى بانهيار منجم في زامبيا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.